السلام عليكم ورحمة الله. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده انا هتكلم معاكم فيه على جزئية الاسعار بتاعت بي ام دبليو اللي تم اعلانها امبارح، وفي بعض الناس قالت ان الاسعار عالية وضربة في السماء، واحنا قلنا ان الاسعار منطقية، فكان في كذا تعليق. فبدل ما نقعد نرد على واحد واحد خلينا نرد عليهم في فيديو واحد. اتفرج على الفيديو للاخر، يا ريت ما تنساش تعمل برضو لايك وشير وسبسكرايب لو لقيت ان الكلام ده منطقي او مفيد بالنسبة لك. انا مش هكلمك على بي ام دبليو لوحدها او على جلوبال اوتو التوكيل الجديد بتاعها، انا هكلمك على حاجة انت تعرف تحسب بيها العربية دي كويسة ولا لا، او سعرها مناسب او منطقي ولا لا، عشان ما حدش يضحك عليك ولا حد يلعب على عواطفك ان هو يقول لك ده العربيه غاليه والكلام ده بيجيب ريتش وبيجيب حاجات كتير، ولا حد يقول لك لا ده العربيه سعرها حلو قوي ومش عارف ايه. فحضرتك كده بنفسك من غير اي تدخل خارجي تقدر ان انت تعرف هل المنتج ده سعره كويس ولا سعره مبالغ فيه. اولا لو العربيه اقل من 1600 سي سي، شوف ثمن العربيه بالمصري، اخصم منه 20% تقريبا، وشوف الناتج اللي هيطلع كام، واعمله على الحسبه بتاعه ثمن اليورو النهارده بكام، وادخل على موقع زي موبايل دوت دي اي وشوف سعر العربيه بنفس المواصفه كام في المانيا او في اوروبا، وشوف لو لقيت ان السعر طالع بعيد قوي او بعيد، يبقى انت كده بيضحك عليك في ثمن العربيه دي. لقيت ان السعر في نفس فلك السعر اللي محطوط لك، يبقى انت كده في الامان. الموضوع بسيط اهو، بس اهم حاجه تحط نفس المواصفه، لان في برضو احد الناس اللي احنا كنا بنحترمهم زمان بيلعب على مشاعر الجماهير بتاعته او مشاعر المتابعين بتوعه، ويقوم حاطط سعر العربيه الفئات الاولانيه خالص اللي ما بتجيش مصر، واحيانا كان بيحط مواتير غير اللي بتنزل هنا، مواتير اصغر بيبقى تمنها في بلد المنشأ ارخص، عشان يلعب على حته ان انتوا بيضحك عليكم وانتوا وهو اصلا ربنا يعلم بحكايته. ولو من 1600 ل 2000 هنخصم منها 39%، ونرجع برضو نشوف على ثمن اليورو. ولو اكتر من 2000 سي سي نخصم منها 62%، وعلى هذا الاساس تبتدي تعمل حساباتك، تجيب كده الرقم بالتقريب. يعني مثلا العربيه طلع ثمنها بعد ما انا حسبت حسبتها هنا 31,000 يورو ونص، بصيت على موبايل دوت دي اي ده لقيت ان العربيه ثمنها بره من 29,000 يورو ل 32,000 يورو، حسب المكان وحسب التكاليف وحسب الحاجات دي كلها. ابتدي احسبها، طب انا واخد مع العربيه بتاعتي هنا اللي واقف عليا 1,500 يورو دول زياده، ان العربيه فيها 5 سنين ضمان او 200,000 كيلو، ان العربيه فيها صيانه مجانيه، فاذا الصفقه بتاعتي هنا كسبانه. انما لو لقيت حاجه غير كده يبقى انا بيضحك عليا، يبقى اهرب يا ولد على طول وما تنفذش في الموضوع ده، وقيس على كده كل حاجه. واحد هيقول لي طب بالنسبه لعربيه التجميع المحلي سعرها مبالغ فيه، على ان الاكس 7 مثلا كانت ب 4 مليون مش عارف 200 وكام، انا مش فاكر السعر بالظبط، لكن انا عملت حسبه مبدئيه لقيت ان العربيه هتقف بما يعادل حوالي 160 الف يورو او 165 الف يورو. طب هي مجمعه محليا يا مصطفى، انت ازاي بتقارن المحلي بثمن اليورو؟ ما انا هقول لك، لو انت كانت العربيه دي بتتصنع في اوروبا وكنت بتجيبها مستورده من اوروبا كنت هتدفع عليها كام و60% جمرك، وهي اوريدي ثمنها لو كملت التجهيزات في حدود ال 100 الف يورو. دلوقتي بره زادت شويه قلت شويه حسب الكمالات اللي انت بتجيبها، فاذا هي برضو في فلك الرينج المعقول. احسبها كده، لقيت ان سعرها مش مناسب، شوف بديل، شوف بديل مستورد، شوف بديل اوروبي، شوف بديل تاني، شوف حاجه اصغر. الموضوع كله في ايدك، انا بقول لك تحسبها انت بنفسك، ما يضحكش عليك خالص. وصدقني لو المتلقي او المشاهد بقى عنده القدر الكويس من الوعي، مفيش حد هيضحك عليه، ساعتها يقدر يفرق ما بين اللي بيقدم له محتوى بيشتغلوا، معلش يعني في اللفظ البلدي، وما بين اللي بيقدم له محتوى صادق وامين وبيقدم له الحاجه اللي هو يقدر يستفيد بيها. انت بنحطك على الرايت تراك. حتى انا ايام الريفيوهات كنت بعمل كده، ما بقولش رايي في المطلق في الحاجه، لان انا تقييمي قد يكون مختلف عن تقييم حضرتك، اولوياتي مختلفه عن اولويات حضرتك، انا بوضح لك النقاط الضعف والقوه بتاعت كل حاجه، وبحطك على التراك اللي انت تختار بيه بما يناسب شخصيتك واولوياتك وكل ظروفك اللي انا معرفش عنها حاجه. في الختام اتمنى لو الفيديو فعلا كان مفيد لحضرتك او لحضرتك، يا ريت ما تنساش تعمل له لايك وشير وتعمل سبسكرايب وفولو على حسب البلاتفورم اللي انت بتتفرج علينا فيها، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله قريب.